موضوع اليوم راح يكون الحب من طرف واحد، لأن الصراحة انطلب مني هذا الموضوع اللي هيك حابة أحكي لكم عنها. الحب من طرف واحد، الحب شيء مو اختياري، لأن القلب يحب من دون ما نحن نحكم عليه أو نقدر نحدد مين راح نحب. يمكن نحب بعض الناس وهن مو حابيننا، ويمكن نحب بعض الناس وهن ما راح يكونوا إلنا، وبنفس الوقت في ناس راح تحبنا وراح تنعجب بشخصيتنا ونحن ما راح نحبهم ولا راح نكون قادرين نبقى معاهم. فهذا الشيء أول شيء كلش طبيعي. والشيء الثاني، مو كل شيء نحبه لازم يكون إلنا، كمان لازم نتقبل هاي الفكرة إنه مو كل شيء تنجذب إله أو تحبه لازم يكون ملكك. مو صح، تقدر تحب حتى لو هذا الشيء مو ملكك. ما إذا راح تبقى تستمر بحب هذا الشيء فهو اختياري، فهو قرار بإيدك، وبعمرك ما بنصحك إنك تستمر على شيء ما راح يجيب لك أي نتيجة، إنك تبقى تحب إنسان وهو ما بيحبك، لأنه أنت بهذه الطريقة فقط راح تأذي قلبك. صح حبيته عجبك بس خلاص، إذا الشخص المقابل ما يريدك خلاص تتجاوز المرحلة، تقدر تتجاوزها. ماكو أي شيء مستحيل بهذا الكون، المستحيل ما موجود، كل شيء ممكن. وشوفها من منظور إيجابي، لأنه إذا نحن حبينا أشخاص نحن بدنا نحبهم أو معجبين بهم من فقط من بعيد، يمكن إذا اقتربنا من هذول الناس أصلا يروح المشاعر، تروح الحب، تروح الأحاسيس، ونشوف أصلا نحن مش لايقين نكون مع هذول الناس. فدائما خذوا المواضيع من الجانب الإيجابي وليس من الجانب السلبي، ولا تكونوا مهموسين بأشخاص ما بيحبوكم. حبيته أوكي، انعجبت بيه خلاص، بس ما لازم أكون مهموسة بهذا الشيء لأنه ما راح يكون إلي. لا، نحن فقط لازم نحارب من أجل الشيء اللي يكون إلنا. والحب قلت قبل وراح أرجع أقوله، الحب بيستمر فقط على الأخذ والعطاء، وإذا الحب ما فيه أخذ وعطاء والحب فقط من طرف واحد، يمكن هذا الحب ينتهي ويروح، ماكو شيء اسمه يستمر. هذا الحب يمكن يجي يوم خلاص تحس إنك أنت بطلت، ما عاد تحب هذا الشخص، ما عاد إنك معجب بهذا الشخص، يمكن يجي غيره وتنعجب بغيره وتحب غيره وشخص يكون يستاهلك ويبقى معك. فنحن لا نختار من سنحب، لكننا بإمكاننا الاختيار مع من سنبقى. فيا عزيزي، خذ الموضوع الحب من منظور إيجابي. هو الحب شي حلو، ومو كل شي نحبه لازم نمتلكه، ومو كل شي نحبه لازم يكون إلنا، لأنه يمكن لو كان إلنا كان ضرر إلنا. فأحب شي بس أتمنى له الخير، أتمنى له ربي يسعده وخالصين، ماكو داعي إلا يكون هذا الشي إلي، ونقدر نتخطى هذا الموضوع، ونقدر ننسى، ونقدر نحب شخص يحبنا ويبادرنا بنفس الشعور. فنصيحتي إلك، بعمرك ما تظلم نفسك بحب أو بعلاقة فقط من طرف واحد. لا تغلط بحق نفسك، لأنه راح تكون تتأذي قلبك فقط. حب اللي يحبك، قلته وراح أرجع أقوله، حب اللي يحبك وبس. فأتمنى يكون لامست شي بقلوبكم، وأتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الشي، وصدقوني كل شي ممكن بهذا الحياة